السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هاد لا فيديو ان شاء الله كي لقيتو في العنوان غادي نتعرفوا على واحد التصريح ديال الدكتوره نبيله منيب بخصوص قصفها لوزير العدل الوهبي وكذلك فضحها لبعض الاسرار المتعلقه بالدوله. ان شاء الله هاد الشيء كامل غادي نتعرفوا عليه في هاد لا فيديو. نبيله منيب كتقول بان الدوله حقرات وطحنات المواطنين بزاف، كما صرحت بزاف ديال الاسرار اللي غادي تصدمكم. قبل ما نبداو ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه باش توصلوا بجديد اخبارنا المغربيه. انا كنظن بان هذه السنه الجديده 2023 كنا كنتمناوها كاملين كمغاربه انه بلادنا دير فيها شي انطلاقه جديده، يعني باعتبار الانجاز التاريخي اللي داروا الفريق الوطني المغربي في كاس العالم، يعني اللي وصلنا للعالميه باخلاق عاليه وبواحد الكره اللي هي في مستوى عالي، واللي فرحنا واحد الفرحه هذه سنين وحنا كننتظروا فيها، وبغينا ان الفرحه تعم وتزيد تستمر باجراءات حتى من قبل وزاره العدل. انه احنا كنا تقدمنا بالقانون ديال العفو الشامل الامنيستي يدفعوا به يتناقش ونسدوا الباب ديال الاعتقال السياسي بالنسبه للصحفيين المدونين والشباب ديال الحراك الشعبي ديال الريف، ونبداو شي نهضه جديده في بلادنا. مع كل اسف كنشوفوا بانه رجعت حليمه الى عادتها القديمه، مازال استغلال النفوذ، مازال التسلط، مازال يعني بلادنا محتاجه الى اصلاحات جذريه. هادشي علاش كنقولوا حنا بغينا بلاد اللي حنا كمغاربه نكونوا متساوون في القانون امام القانون، وتكون تكافؤ الفرص بالنسبه لوليدات الطبقات المسحوقه ولا الطبقه المتوسطه اللي التحقت حتى هي بها، اللي والديهم كيعانيوا الامرين باش يدفعوا وليداتهم يقراوا وينجحوا. ملي كتجي شي مباراه يكون تكافؤ الفرص، اللي متميز ينجح واللي هذا. وباش نسمعوا كلام بحال بانه راه تفتح المجال ل 2000 منصب وانه فقط 800 اللي جابوا المعدل، ايوا 1200 ما جابوش المعدل ونجحتوهم. انتم كتشجعوا نظام التفاهه، انتم بغيتوا تهبطوا المستوى. هاد المحامون اللي غدا بغيناهم نعطيهم الملفات ديالنا يترافعوا علينا ويحترموا القانون ويكونوا في مستوى رفيع، فينا هو حنا في عوض ما نشجعوا لا ميريتوكراسي تنشجعوا لا ميديوكراسي. هادشي اللي كنديروا في بلادنا. اذا الكلام كثر علينا، الكلام بزاف وجرحنا هاد الكلام، ما بقيناش بغينا نسمعوا هذا الكلام. بغينا اصلاحات، بغينا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. راه ماشي يعني شي واحد غادي يستغل النفوذ ديالو غادي يقول ما بغا ويسحق عباد الله ويجرح الناس اللي لتحت ديما مجروحين ديما محقورين. بركه. وثانيا تجيو حتى لمهنه المحاماه اللي هي من المهن الشريفه المحترمه وتدخلوا فيها الغش، كي حاولتوا تدخلوه في الجامعه، كيف حاولتوا تضربوا كل شيء جميل في هذه البلاد عوض انكم تساهموا. وهنا فين خصنا نطرحوا السؤال، واش الحكومه بوحدها مسؤوله؟ هاد الحكومه شكون جابها؟ هاد الاحزاب شكون اللي صنعهم؟ كيفاش دايرين احزاب كيجيو من الاولين وما عندهم لا تاريخ لا جغرافيه؟ كيفاش كياخذوا الكلمه هما وكيديروا هما وعندهم هما الوزاره وكذا كذا؟ اذا كاين مشكل على مستوى الدوله. حنا عندنا مشكل بنيوي سياسي. راه انا الاوان باش الدوله العميقه في البلاد توعى بان ما يمكنلاش تبقى تصنع حكومه على المقاس دوز بهم انفتاح، دوز بهم كذا، دوز بهم التطبيع، دوز بهم هادشي. لا، حنا خاصنا دوله قويه وحكومه قويه ومساءله، وبغينا استقلال ونزاهه القضاء، وبغينا تكافؤ الفرص، وبغينا دوله الحق والقانون اللي غادي نكونوا كمغاربه قدامها كنعتبروا راسنا مواطنين ومستعدين نتحملوا واجباتنا، ولكن تصل لنا الحريات ديالنا وتصل لنا الحقوق ديالنا. هادشي ما كنحسوش به. هاد الناس خسروا لنا الفرحه. راه تقريبا في قطر اللي صيفطوا البرلمانيين اللي هما مزورين ومشاو تما تيديروا مصائب وكنطالبوا بالمحاسبه ديالهم، واليوم كتلقاو وزاراتهم كيطلقوا الكلام على عواهنه بلا ما يعتبروا يعني. شنو تعليقكم على الكلام ديال وهبي اللي قال انا ولدي باه لاباس عليه؟ شوف، المشكل هو اننا ما عايشين في دوله الحق والقانون، وعندنا التسلط وعندنا يعني عدم الاحترام ديال هذا الشعب. انا غدا بغيت الناس اللي يكونوا مسؤولين في المؤسسات كلها يعني يحترموا راسهم، يحترموا المؤسسات اللي كينتميوا لها، ويحترموا قبل كل شيء هذا الشعب اللي هو ضحى ولا زال، وتا هو وليداته كلهم يستاهلوا الفرحه. ماشي بحال البارح الدراري ديال المير اللفت مشاو غرقوا في قوارب الموت، وقبل منهم الدراري ديال تادله وذكر. علاش؟ راه دابا المغاربه غيبقاو عاوتاني يمشيو في قوارب الموت لان شافوا الفريق الوطني غير خرج من هنا تحت السيطره والضغط والمصائب الكحله، مشى تما ولا وصل للعالميه. كيقولوا حتى حنا نوصلوا للعالميه. انا تعرف واحد العدد ديال الاطفال مشاو من احياء شعبيه في الدار البيضاء، اليوم عندهم وحدات بحث في العالم كله،
ومكرمين معززين. علاش حنا هنايا كنسحقوا الناس اللي هما نزهاء، وكنطحنوا الناس اللي هما فقراء، وكنكرموا انتهازيين. هذا الشيء اللي غادي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي